السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم زوج وصفات اللي هي سلطه وهذا القريوش السريع الخفيف برمشه عين، اللي هو شتو لاباط اللي درتها معكم في تاع الخشخاش. اما هذيك لاباط اللي قسمتها اليوم غادي نستعمل بها الطريقه الثانيه اللي فيها غير 3 مكونات وسهله. شوفوا، نديروا نفس العمليه، نرشوا المايزينا ونجبد هذيك لاباط، خليتها مده 3 ايام ما صرالها والو، بالعكس جات روعه. ندير المايزينا ونرش وندير نبسط العجينه تاعي، نحلها مليح ونعاود نطبق الجهات اللي منا ومنا وندير مايزينا وتاني نكملها كيما درت نفس الطريقه، راها موجوده في القناه تاع الخشخاش. نحلها بعد ما خليتها ارتاحت، حليتها وجبت الجراره تاعي. انا هذه الجراره نيرفتني، شريتها جديده يعني ماشي كيما تاع بكري. نحلها، شوفوا نقطعها على طول هكا ونعاود نقطعها مربعات صغار كشغل مخدات، مخده صغيره. صدقوني تجي خفيفه وبنينه، تاكلي الحبه الاولى يعني تاكلي الزوجه بلا ما تعبي، وتبداي تزيدي بالثالثه بالرابعه ما تنجميش تحبسي حتى المشابه بزاف. نقطعهم هكا مربعات صغار، وراني دايره الزيته تاعي اي حمى على نار متوسطه وخليته كي بديت نحل فيها. شوفوا انا قلت لكم هذه جراره ماشي شابه، يعني تغبن شويه حتى تزير عليها باش تقطع هكا. ونجيب نروح للمقله تاعي اللي كنت دايره فيها الزيت، حميته، ما ديرش الزيت بزاف، قيس نص فنجان نص كاس هكاك ولا. شوفوا هذو الحبات الوالا اللي درتهم يتنفخوا رواحهم بلا ما تضلي تقيس عليهم الزيت، ما والو، غير تحطي الحبه ويكون الزيت شويه سخون، يبداو يتنفخوا. شوف غادي ندير معكم حبات واحد اخرين، هايلا دوك تتنفخ الروحه هكا. يعني شوفي توجديهم، ديري كميه كبيره وتلميها في الفريجيدير تاعك كي يجوا عندك ضياف ولا تبغي تخرجي ولا تجبديها وديريها روعه وخفيفه وتساعدك. عذرا عن الاصوات راني حله تاعها هكا. شوفوا كي يتنفخوا في ساعه يطيبوا لكم وتوجد، وراكي درتي القهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه ويجوا يتقرمشوا خاويين من الداخل. يعني شنو نقول لكم، جربوهم وحكموا. وهنايا غادي نروح معكم الطريقه الثانيه اللي هي سلطه الفاصولياء، بنينه تاني وروعه في القمه. شوفوا هنايا نديروا مقله، نديروا فيها مغرف صغيره تاع مارغرين ومغرف تاع زيت، ونديروا 2 فصوص تاع الثوم ونخليهم يتقلاو فيها مليح. انايا غير سمحوا لي كنت شدت نصور بليد ونخدم بليد، على هذاك انغبنت شويه. هنايا جبت اللوبيا تاعي خضراء، لوبيا موشطو اللي كنت غليتها بلا ملح ومن بعد صفيتها وخليتها. دروك غادي نديرها في المقله، زدت لها شويه تاع حرور، شويه تاع كمون اللي هو فلفل اسود، وشويه تاع ملح اكيد، وقعدت نقلي فيها غير بشويه والنار ثقيله. خليتها حتى من تقلات مليح مليح وشربت هذوك العطور. جبت فخوماج غابي ورابيته فوقها وخليته حتى لي دابت، وها هو الصحن التقديم. وشوفوا والله العظيم انا يعني ما كنت اول مره ندوقها وعجبتني، تجي بنينه وصحيه تاني. شوفوا، وهذا هو الشكل الثاني تاع القريوش المخدات هادو. شوفوا كيفاش يجي مقرمش. هنايا تبغوا ترمضوهم في السكر وتخلوهم، تبغوا ديروا لهم عسل. انا نص درت لها عسل ونص درت لها السكر، كاين اللي يبغي العسل وكاين اللي ما يبغيش. هكا شوفوا كيجوا مقرمشين ويجوا خاويين من الداخل وبنان صراحه. قد ما ديري منهم ما يتشبعوش، وتاني كملهم لك في ثانيه. شوفوا غادي وحدين نسقيهم بالعسل، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ما بقى لي غير نقول لكم بالسلامه وتهلوا في رواحكم الى وصفه ثانيه ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا النجام وتبارطاجوه مع الاصدقاء، وبالسلامه وتهلوا في رواحكم. الى اللقاء.